هل حصل معاكِ قبل كده إنِّك تقولي لنفسِك أنا خلاص مش هارجع له تاني، كفاية كده، وبعدين تلاقي نفسِك راجعة له تاني؟ طب سألتِ نفسِك ليه بتكرري نفس الأغلاط في العلاقات؟ أو ليه بتنجذبي حتى للناس اللي بتكسر قلبِك؟ ليه كل أمّا تقولي مش هاحب تاني تلاقي نفسِك واقعة في نفس الغلط؟ في التعليقات اكتبي أنا لو ده حصل معاكِ أو لو شُفتيه بيحصل مع حد بتحبيه، خلّيني أشوف قد إيه المشكلة دي مشتركة ما بين بنات كتير. اللي بيحصل معاكِ هو مش ضعف شخصية منِّك خالص، مش معناه إنِّك مدمنة علاقات سامة، ده ليه تفسير علمي نفسي هناخده كمان شوية، بس النهارده هنفهمه سوا ونتعلم إزاي نكسر الدايرة دي للأبد. أنا هنا علشان أقول لِك الحقيقة مش الكلام الجميل اللي الكل بيقوله، ولكن هاقول لِك الحقيقة اللي هتخلّيكِ تتحرّري من تكرار نفس الألم، وفي آخر الفيديو هاقول لِك على برنامج شامل لمدة 30 يوم هيساعدِك إنِّك تتعافي من الدايرة دي. فأول جزء معانا هو أصلًا علم النفس وراء العودة للألم. عندنا أول حاجة اسمها نظرية الصدمة والارتباط. أول حاجة لازم نفهمها إن في فرق كبير جدًا ما بين الحب والصدمة المرتبطة. يعني إيه الصدمة المرتبطة؟ هي إن الشخص اللي بيأذيكِ هو نفسه اللي بيدّي لِك لحظات من الحب والأمان والحنية، فدماغِك بدأ يربط ما بين الألم والحب. تخيّلي إن عندِك علاقة مع شخص بيعاملِك وِحِش 80% من وقتِك معاه، ولكن ال20% الباقيين بيدّي لِك أحلى لحظات حياتِك، فطبيعي جدًا دماغِك هيركّز على ال20% ويتجاهل ال80%. أنتِ متخيّلة؟ زي الطفلة اللي باباها بيضربها كل يوم، ولكن ييجي كده مرة واحدة في الأسبوع يحضنها ويقول لها كلام جميل ويقول لها باحبِك ويخرّجها ويفسّحها، فالطفلة دي مستحيل تكره باباها، بس هتتعلق بيه أكتر وتنتظر اللحظات النادرة دي اللي بتحصل مرة كل أسبوع. ده بالضبط اللي بيحصل معاكِ في العلاقات السامة بالنسبة للناس الكبار. عندنا حاجة اسمها دورة التعزيز المتقطع، دي من أقوى أنواع الإدمان النفسي. طيب إزاي أصلًا بتشتغل؟ ركّزي معايا جدًا وهاتي ورقة وقلم واكتبي. أول حاجة الشخص بيبدأ يعاملِك وِحِش لفترات طويلة، فجأة يرجع يكون لطيف معاكِ، فأنتِ تحسّي بالفرحة والله وتفتكري إن هو اتغيّر، بس للأسف بيرجع تاني للسلوك بتاعه الوِحِش ويفضل يكرّر نفس الدورة، تفضل دايرة مُغلقة كده في نفس النقطة. طب ليه دماغنا أصلًا بيُقع في الفخ ده؟ لإن دماغ الإنسان مُصمم إنه يدوّر على الأمان والتوقُّع. يعني لمّا حد يدّيك حُب بطريقة غير متوقعة بعد فترة كبيرة جدًا من الألم، فدماغك هنا بيفرز كمية هايلة جدًا من الدوبامين، أكتر من حد بيحبك وبيدّيك حُب بشكل ثابت. فعايزاكِ دلوقتي تفكّري في علاقة مؤذية أنتِ عِشتيها واكتبي لي في الcomment لو فيها يعني دورة ألم، ثم حُب مؤقت، مش لازم تقولي تفاصيل، اكتبي أنا عِشت العلاقة دي أو لأ. تعالوا أحكي لكم قصة بنوتة اسمها نورة، محامية عندها 29 سنة، فضلت في علاقة مع شخص toxic 4 سنين. هو رغم إنه كان بيخونها ويتجاهلها لأسابيع طويلة وبيأذيها نفسيًا جدًا بالكلام، فلمّا أصحابها سألوها هو أنتِ ليه أصلًا يا نورة مش بتسيبيه؟ كانت دايمًا ترد أحيانًا بيكون أجمل حد في الدنيا، بيخلّيني أحس إن أنا أهم واحدة في حياته، بس للأسف ده كان غلط. وفي العلاج اكتشفنا إن نورة كانت بتعيش اللحظات القليلة اللي كان فيها لطيف معاها وبيحبها ويدلّعها، اللي هم أصلًا 20% اللي إحنا لسه قايلين عليهم، وتتجاهل الشهور الطويلة اللي هو سابها وإن هو الألم اللي سابه لها والمعاناة والانهيار اللي كان فيه. طيب إيه أصلًا السبب النفسي لنورة؟ يعني هي وصلت هنا بسبب إيه؟ نورة كانت بنت مهملة عاطفيًا من الطفولة، باباها كان دايمًا بيشتغل طول الوقت، مامتها كانت بتقول لها أنتِ كبيرة مش محتاجة حضن وما لكيش لازمة أصلًا، فباباها زي كان الشخص الحاضر الغايب كده. فلما كبرت اتعلمت إن الحب نادر ولازم تعافر وتناضل ويطلع عينيها علشان تاخد الحب ده. فللأسف العلاقة السامة اللي كانت فيها دي كانت بتأكد لها المفهوم الغلط اللي هي اتعلمته أساسًا. فبعد سنة من العلاج نورة اتعافت وخرجت من العلاقة ودلوقتي بقت متجوزة من شخص بيحبها وبيحترمها وبيدلعها وكمان بيقدرها.
طيب تعالوا بقى نشوف الجزء التاني، هو إيه أصلا أنواع العودة للألم. بمعنى النوع الأول هو إدمان العلاقات أو الدراما العاطفية، إنك بقيتي مدمنة على المشاعر القوية حتى لو المشاعر دي مؤذية. ليه؟ لأن حياتك بقت مملة من غيرها. طيب انت ممكن تكوني بتحسي بملل في العلاقات الهادية والمستقرة، ممكن تقولي مفيش إحساس لما حد يجي يعاملك كويس باستمرار، تنجذبي للعلاقات الغامضة والمعقدة والتوكسيك والنرجسية، تحس ان العلاقة مش حقيقية لو ما فيهاش مشاكل، تحس ان في حاجة غلط كده. الناس اللي عندها trust issues بتلاقي الموضوع ده كتير قوي. بنوتة كانت بتقولي أنا ما بحبش الراجل اللي يكون متاح ومتفاهم معايا طول الوقت، بحب اللي يخليني أجري وراه وأحاول أفهمه. وده بالظبط اللي بيحصل للبنات اللي عندها كم كبير جدا من الألم ومتعودة على الصوت العالي والمشاكل والخناقات والصراعات والحاجات الكتير دي. تاني نوع معانا هو الخوف من الهجر، تفضلي في علاقة مؤذية سنين طويلة لأن فكرة إنك تكوني لوحدك أصعب من فكرة إنك متألمة أساسا. فنلاقي أكتر الأفكار الداخلية عبارة عن أحسن واحد وحش من ولا حد، اللي هو عارفين انتوا لما حد يجي يقولك أحسن واحد في الوحشين، هو ده بالظبط. لو سبته أنا مش لاقي حد تاني يحبني، أو أنا أستحق الألم اللي أنا فيه دلوقتي، أو مفيش حد مثالي لازم أتحمل عيوب. فالسبب الجذري اللي بيكون هنا هي بتكون صدمة هجر من الطفولة زي طلاق، إهمال عاطفي، إيذاء نفسي، موت أحد الوالدين وهكذا. طيب تالت نوع معانا هو تدني تقدير الذات، انك تصدقي انك ما تستحقيش احسن من كده، فانك تتقبلي الالم كانه نصيبك بالظبط. واكتر الحديث الداخلي السام، انا محدش هيحبني زي ما انا عيوبي كتير جدا، لازم اشكر الشخص اللي يقبلني زي ما انا السبب في كل المشاكل، لو كنت احسن كان هيعاملني احسن. فلقيت بنوتة كانت دايما تقول لي ايه، انا شايفه عيوبي كتير قوي فعادي يعاملني وحش لان انا اصلا مش مثاليه. فيا ترى أي نوع من الأنواع دي حسيتي إن هو بيوصفك؟ اكتبيلي في الكومنت. رقم 1 لو عندك إدمان دراما، رقم 2 لو عندك الخوف من الهجر، رقم 3 لو عندك تدني تقدير ذات، رقم 4 لو عندك ميكس ما بينهم. مفيش إجابة غلط، الهدف إننا نفهم نفسنا علشان نتعافى. طيب إزاي يا حبيبة نكسر دورة الألم دي أو العودة للألم دي؟ أول وأهم خطوة هي الوعي بالنمط أصلا. هنحاول نقعد في مكان هادي كده واسألي نفسك 4 أسئلة. أول سؤال، إيه نوعية الأشخاص اللي أنا بنجذب ليهم؟ هل هي علاقات صحية ولا علاقات مؤذية؟ تاني سؤال، إيه القواسم المشتركة ما بين علاقاتي أصلا المؤذية أو ما بين علاقاتي عامة؟ 3، في إيه في طفولتي شبيه بالألم ده، أو أنا إيه الألم اللي أنا عمالة أكرره في كل علاقاتي من غير ما أخد بالي أو سواء واخدة بالي حتى. 4، إيه الخوف الأكبر اللي بيخليني أتمسك بالعلاقات دي؟ حد ألاقي ممكن تقولي بنوتة كده أنا بنجذب للأشخاص الغامضة اللي ما بيعبروش عن مشاعرهم، أو أنا كل علاقاتي فيها شخص بيحبني شوية ويتجاهلني شوية، أو بابا كان بيحبني بس ما بيقوليش فكنت مضطرة أو دايما محتاجة أثبت إن أنا استحق حبه للأسف، خايفة أبقى لوحدي ومحدش يحتاجني. دي معظم الحاجات اللي أنا كنت بقابلها في معاملاتي مع الناس. هنعمل التمرين ده واكتبي اكتشاف واحد اكتشفتيه عن نفسك في الكومنت، وطبعا أنا هشوف كل الكومنت الفترة الجاية، ودي سلسلة كبيرة جدا جدا جدا، هعمل لكم سلاسل كتير قوي، فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وطبعا أنا مخلية الصورة ثابتة علشان تكونوا مركزين، بتطبخي بتغسلي بتروقي بتسمعي أي حاجة، ده يكون حاجة هادية تسمعيها جنب أي حاجة انت بتعمليها. الخطوة التانية معانا هي إعادة تعريف الحب. معظمنا اتعلمنا تعريف غلط للحب من الطفولة، من المسلسلات، من الأفلام من التركي، من الهندي، أيا كان. فالتعريف الغلط للحب زي إن الحب مؤلم، أو لازم أعافر علشان ياخد الحب، أو الحب الحقيقي فيه تضحيات كتيرة قوي مؤلمة، أو لو انتي مش بتغيري يبقى مش بتحبي. ولكن للأسف دي كلها مفاهيم مغلوطة جدا. فتعالوا بينا نعرف التعريف الصح للحب. الحب حاجة جميلة قوي قوي،
أوي. الحب بيدي أمان وسكينة. الحب الحقيقي ما بيحتاجش إثبات مستمر، والتضحية بتكون بحب مش بألم. الحب يساعدك تكوني أفضل نسخة من نفسك، هو مش بيغيرك ولا حتى بيعزلك عن الناس اللي بتحبيها. حب بيساعدك إنك أصلا تكبري. فهي أحلى بنوتات، تعالوا بقى نعمل التمرين ده كل يوم. هنكتب جملة واحدة عن الحب الصحي، زي: أنا أستحق حب يخليني أحس بالأمان. الحب الحقيقي ما بيحتاجش مجهود فوق طاقتي، أو أنا أستحق شخص يحبني زي ما أنا، مش زي ما هو عايزني أكون. دي أول خطوتين. الخطوة الثالثة: بناء الأمان الداخلي. قبل ما نقدر نكون في علاقة صحية مع حد، لازم نتعلم نحب نفسنا ونحسس نفسنا بالأمان. فتعالوا نعمل شوية تمارين، تبي ورايا عشان أنا بحبك وعايزاكي توصلي لأحسن نسخة من نفسك. تمارين بسيطة بس مفعولها سحر سحر سحر. أول تمرين معانا هو تمرين الأب أو الأم الداخلية. مين فينا محسس بالخوف أو عدم الأمان؟ فكل ما تحسي بالخوف أو عدم الأمان، حاولي تكلمي نفسك أو تكلم نفسك زي أب حنون أو أم حنونة بتتكلم مع البنوتة بتاعتها. زي مثلا: كلنا محتاجين نسمع: أنا هنا معاكي، أنا مش هسيبك، انتي في أمان معايا دلوقتي، انتي قوية قادرة تتخطي أي حاجة، أنا فخورة بيكي وبكل خطوة انتي بتخطيها. دي كلها كلمات حب ودعم من الأب أو الأم، بس الأب أو الأم الداخلي. ليه؟ هو مصدر الحاجات دي كان المفروض يكون خارجي زي بابا وماما، بس في حالة ان احنا ما عندناش بابا وماما، فهيكون عندنا بابا وماما داخليين. تاني تمرين معانا هو تمرين الروتين المطمئن، وده حقيقي الأقرب لقلبي. هنعمل تمرين روتين يومي يخليني أحس بالأمان، زي فنجان قهوة هادي كل يوم الصبح، أو 10 دقايق أمشيهم أو أخرجهم في مكان أنا بحبه، أو حتى أقرأ صفحتين من كتاب يلمس قلبي، أو حمام دافي قبل النوم. والحاجة المفضلة لقلبي هي قراءة القرآن والورد اليومي مع بخور بريحة العود. تحفة 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 يا بنات بجد. طبعا كل بنوتة هتكون على حسب الروتين بتاعها وعلى حسب إمكانياتها وعلى حسب البيت بتاعها. تالت تمرين معانا ودي آخر تمرين معانا: الحديث الإيجابي مع النفس. أنا مش بقولك دايما اتفائلي، لا، أو دايما بصي على نص الكوباية المليان، لا، أوقات بنمر كده وأوقات بنمر كده، وده طبيعي جدا ولازم إن احنا نقبله في نفسنا، فما عنديش أي مشكلة. ولكن أنا مش عايزاكي تقسي على نفسك، مش عايزاكي تجلدي نفسك، هو كفاية الدنيا قاسية، يعني كفاية لوحدها. فعايزاكي تكلمي نفسك بإيجابية شوية، عايزاكي تكلمي نفسك بحب وتدلعيها. يعني بدل ما تقولي أنا مش كفاية، انت ممكن تقولي: انا بتعلم وبتطور كل يوم، انا استحق الحب والاحترام، او قراراتي مهمة ورأيي مهم، او انا كافية زي ما انا مش عايزة اتغير علشان حد، انا لو هتغير علشان نفسي اولا. جربي واحد من التمارين دي لمدة اسبوع، وتعالي اكتبيلي في الكومنت ايه الفرق اللي حسيتي بيه، حتى لو 1%. نفس عميق بقى كده. طيب، امتى اقول ان انا اتشفيت من الدايرة دي، او ايه العلامات للتعافي من الدايرة المؤلمة دي؟ أول علامة هي إنك تقدري على الوحدة، إنك تبدأي تحبي وقتك لوحدك. ما تخافيش من وقتك لوحدك خالص، ما تخافيش إنك تقعدي لوحدك، حسي إن وحدتك بقت راحة، هي مش عقاب. العلامة التانية هي رفض السلوكيات المؤذية. لما حد يجي يعاملك وحش، طبيعي جدا هتلاقي جسمك بيرفض الموضوع تلقائي. فلما تحسي إنك مخنوقة، ابدأي قولي لأ من غير تفكير كتير. العلامة الثالثة الانجذاب للهدوء، انك تبدأي تنجذبي للأشخاص الهادية المستقرة عاطفيا اللي بيخلوكي تحسي بالسكينة والطمأنينة. كلنا محتاجين العلاقات دي في حياتنا. الواحد ما عندوش حياتين علشان يعيش، احنا بنعيش الحياة مرة واحدة. اختاري اللي يريحك، اختاري اللي يحسسك بالسكينة والطمأنينة. ما فيناش جهد، ما فيناش حيل نعيش حياة مؤذية مع أشخاص مؤذية. الحياة مش ناقصة ناس توكسيك والله. العلامة الرابعة هي القدرة على التمييز. بدأتي تعرفي تفرقي ما بين الحب الحقيقي والصدمة المرتبطة، تحس بالفرق في جسمك. الحب دايما بيدي إحساس بالهدوء والاسترخاء، والصدمة تفضل تديكي قلق وتوتر إلى ما لا نهاية. العلامة الأخيرة هي الثقة في الحدس، إنك تبدأي تثقي
في إحساسِك الداخلي. لو حد خلّاكِ تحسّي بعدم ارتياح، هتاخدي الموضوع ده وإحساسِك ده بجدية شوية وسيبيه. تعالوا بقى أحكي لكم قصة بنوتة اسمها منى. طبعًا الأسماء استعارة علشان الخصوصية. بنوتة طبيبة أسنان عندها 31 سنة، كانت في علاقة مع شخص 3 سنين، كان بيحبها يوم ويتجاهلها أسبوع، يفضل يوعدها ويخلف بوعوده، يفضل يقول لها كلام حلو يومين حلوين وبعد كده هوبا اختفى. وصلت لمرحلة الانهيار فقررت إن هي تروح لمعالج نفسي وتبدأ رحلة العلاج. بعد ما بدأت رحلة العلاج، منى اكتشفت إن علاقتها بيه كانت مشابهة لعلاقتها بأبوها، بيحبها ولكن هو مش متاح عاطفيا. عارفين انتوا البنات اللي بيقولك ايه اكتر حاجة نفسك تكون في شريك الحياة، تقولك ان هو ما يكونش شبه بابا. هو ده نفس الوضع اللي حصل مع منى. فكانت اكتر الخطوات المريحة لتعافي منى هي ان هي قطعت التواصل مع الشخص ده نهائيا لمدة 6 شهور. بدأت علاج نفسي لمعالجة جرح الهجر من الطفولة، وده كان أساسا السبب الجذري اللي خلاها تدخل في علاقة مع الشخص ده. مارست تمارين حب ذات يومية، يعني بنت الشبكة دعم قوية جدا من الأصحاب. اتعلمت إن هي تستمتع بوقتها لوحدها. فالنتيجة طبيعي بعد سنة منى عفت تماما، قابلت شخص يحبها وبيحترمها. في الأول هي حست إن العلاقة مملة لأن هي كانت مستقرة، ولكن بالتدريج اتعلمت تقدر الهدوء والأمان ده، لأن مش سهل خالص إن احنا نلاقي الهدوء والأمان في علاقة، ومش سهل إن احنا ندخل علاقة صحية بعد سنين طويلة من الألم والتعب. منى بتقول أنا فهمت إن الحب الحقيقي مش بيخلي قلبك يدق من الخوف، هو بيخلي قلبك يدق من الفرح. انتوا مفكرين ان انا هسيبكم لحد هنا؟ لا طبعا. تعالى اقول لكم بقى على خطة علاج لكل واحدة فيكم. تبقي معايا يا ست البنات. خطة علاج ذاتي، برنامج لمدة 30 يوم. اول اسبوع معانا هو اسبوع الوعي والفهم. في اول 3 ايام معانا هنعمل تحليل شخصي، هنكتب كل العلاقات المؤذية اللي انت دخلتيها لحد الآن، وهتحددي الأنماط المتكررة في كل العلاقات، وهتكتشفي الرابط ما بينها وما بين طفولتك. هل ده نوع من أنواع الهجر ولا هل ده من ال4 أنواع اللي احنا قلناه؟ اليوم الرابع والخامس هنفهم المشاعر. كل ما تحسي انك عايزة ترجعي لشخص مؤذي، اكتبي ايه اللي بتحسي بيه. يا ترى انا عايزة ارجع له ليه؟ تمام. هل علشان اكرر نفس دايرة الألم، ولا هل علشان انا بحبه فعلا، ولا هل علشان انا متعلقة تعلق مرضي، ولا علشان انا بكرر نفس النمط بتاع حد من اهلي انا اتأذيت منه؟ سجلي المشاعر دي بدون حكم عليها. الأهم زي ما قلنا هنكلم نفسنا بدلع. اليوم السادس والسابع هنعمل إعادة تعريف للحب. هنكتب تعريف قديم للحب ونكتب التعريف الجديد اللي أنا عايزة أؤمن بيه. ده كان الأسبوع الأولاني. الأسبوع التاني هنعمل بناء أمان داخلي. اليوم الثامن والتاسع والعاشر هنعمل تمارين الأمان، زي تمارين الأب والأم الداخلي اللي احنا قلناها، بس أنا هعملها 3 مرات يوميا. وهنعمل أهم حاجة روتين مطمئن ونثبت عليه باقي الشهر. ده هيساعدنا جدا 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 ان احنا نقعد ونقضي فترة مع نفسنا حتى لو 10 دقايق يوميا. اليوم 11 و12 هنقطع التواصل، هنمنع كل وسائل التواصل مع الأشخاص اللي بتأذينا نفسيا بأي نوع من أنواع الأذى النفسي. هنكتب رسالة وداع، باي باي كده، مش لازم نبعتها خالص، لكن قولي فيها كل اللي جواك. عايزة تشتمي اشتمي، عايزة تقولي كلام نفسك تطلعيه قوليه. اكتبي كل حاجة. مش هقولك بقى قطعي الورقة او هقولك احرقيها او كذا. اهم حاجة عايزة تحتفظي بيها، تمام، قطعيها، تمام، احرقيها، تمام، ولكن الأهم ما تقريهاش تاني علشان ما تعيديش نفس القرار تاني. ممكن تقريها بس بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد ما تقضي رحلة التعافي النفسي بتاعتك. طيب اليوم ال13 وال14 بناء هوية. هنكتب 20 حاجة بتحبيها في نفسك، واعملي حاجة جديدة كل يوم تخليكي تحسي بالثقة علشان ترجعي الثقة والأمان مع نفسك تاني. الأسبوع الثالث والرابع بقى
من اليوم ال15 لليوم ال21 عايزين نقوي العلاقة مع نفسنا. قضي وقت حتى لو 10 دقايق يوميا مع نفسك كل يوم، من غير موبايل، من غير شاشات، من غير مسلسلات، من غير أي حاجة. هتقعدي مع نفسك كده بس تعملي brainstorming، اعملي حاجات جديدة، هواية، رسم، تلوين، روحي أماكن، اتنططي هنا، العبي هنا، روحي مدينة ملاهي، اعملي أي أنشطة. المهم من غير مشتتات، من غير موبايل. اليوم ال22 لليوم ال28 هو إنك تتدربي على الحدود. اتدربي على إنك تقولي لأ في مواقف بسيطة، وبعد كده مواقف أكبر واحدة واحدة. هي بتيجي بالتدريج، مفيش حاجة بتيجي كبيرة مرة واحدة. عبري عن رأيك حتى لو كان مختلف عن الآخرين. آخر يومين بقى تقييم التقدم، يعني اكتبي اللي اتغير فيه واحدة واحدة. حددي إيه هي أهدافك الجديدة للشهر الجاي. كمان حاولي تخلي كل شهر في شهور السنة ليكي هدف واحد نفسي، هدف واحد أو 2 هدف نفسي. بس كده. ده كان البرنامج لمدة 30 يوم. يا ترى مين من حبيباتي هيلتزم بالبرنامج ده معايا؟ سيبيلي أنا معاكي في التعليقات علشان نشجع بعض. أخيرا بقى أنا حابة أوجه رسالتين. أولا رسالة لكل بنوتة حاولت إن هي تتعافى أو تعافت. انتي اللي كسرتي دايرة الألم، انتي البنوتة اللي اختارت نفسها أول مرة في حياتها، انت اللي رفضتي تخلي حبيبة قلبك اللي هي نفسك تتألم تاني. حقيقي انت بطلة، مش لأنك قوية خالص، لأ، لأن كان عندك الشجاعة تبقي ضعيفة وتطلبي المساعدة، وكان عندك الحكمة انك تقولي أنا أستحق أحسن من كده. التعافي مش خط مستقيم، هيكون في أيام صعبة، أيام هتحسي فيها انك عايزة ترجعي للماضي. ده طبيعي. المهم إنِّك تفتكري ليه بدأتِ الرحلة دي، علشان تعيشي لنفسِك مش بس تعيشي للناس اللي حواليكِ، وأنا جنبِك ما تخافيش. وتاني رسالة معايا هي للبنوتة اللي لسه في بداية الطريق. أنا عارفة إنِّك خايفة، عارفة إنِّك فكرة إنِّك تسيبي اللي اتعودتِ عليه ممكن تكون مرعبة في البداية، حتى لو ده كان بيوجعِك. عارفة إنِّك بتقولي لنفسِك يمكن يتغير، يمكن أنا اللي غلط، يمكن ده أحسن حاجة ممكن أحصل عليها. بس أنا هاقول لِك حقيقة مهمة، انت تستحقي حب يخليكي تنامي مرتاحة، مش حب يخليكي تفضلي سهرانة تفكري وتحللي في كل كلمة هو بيقولها. تستحقي حد يفتخر بيكي، مش حد يخبيكي. تستحقي حد يقولك أنا بحبك كل يوم، مش بس لما يحتاجك. الطريق صعب لكنه يستحق، وأنا هنا معاكي في كل خطوة. لو الفيديو ده لمس حاجة جواكي، لو حسيتي إنك مش لوحدك في الرحلة دي، اعملي سبسكرايب للقناة علشان نكمل رحلة التعافي سوا. شاركي الفيديو مع صحابك اللي محتاجين يسمعوا الكلام ده، وفي التعليقات احكيلي ايه اكتر حاجة اثرت فيكي من الفيديو ده. ولو عندك اي سؤال او موضوع عايزة نتكلم عنه اكتبيه في الكومنت. سؤالي ليكي دلوقتي، ايه اول خطوة تاخديها الاسبوع ده علشان تكسري دورة العودة للألم؟ الأسبوع الجاي هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، هو لما تبطلي تسألي هو ليه اتغير هتبدأي ترتاحي. استنوني وافتكروا دايما انكم تستحقوا الحب الجميل في الدنيا. هحاول على قد ما اقدر انزل 2 فيديو في الاسبوع، وزي ما قلت لكم الشاشة هتكون ثابتة علشان تقدروا تسمعوا وتفهموا كل حاجة، ما تتشتتوش من المونتاج. وانا عايزة انزل اكبر عدد ممكن من الفيديوهات، لان انا محضره لكم سلاسل جميلة جدا 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 ومتحمسة قوي قوي قوي. ولو في موضوع معين حابين نتكلم عنه بعتولي في الكومنت. اشوفكم على خير في حلقة جديدة. باي.